بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إن شاء الله هعلمك إزاي تحصر وزن سيخ الحديد بالكيلو جرام. تعال نروح على برنامج الإكسل، وليكن مثلا اللهم صل على سيدنا محمد. أنا عندي هنا قطر السيخ، واللهم صل على سيدنا محمد. عندي هنا طول السيخ، وعندي هنا وليكن مثلا عدد وعندي هنا الوزن بالكيلو جرام. طيب جميل، صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عليك هنا وليكن مثلا عندي هنا وليكن مثلا عندي حديد هنا 12. جميل. عندي طول السيخ وليكن متر. جميل. عندي العدد كام؟ وليكن عندي عدد الأسياخ 1. طيب وأنا عندي سيخ واحد عدده 1 وطوله 1 متر، يبقى تعالى هنا الطول بالمتر وقطر السيخ مليمتر، عشان نبقى ظبطنا كده الدنيا والموضوع يبقى بسيط ان شاء الله. طيب الوزن بالكيلو جرام للمتر بتيجي ازاي؟ بيساوي القطر تربيع على 162. يبقى انا كده عندي اللهم صل على سيدنا محمد. هات مثلا وليكن مثلا عندي هنا الوزن بالكيلو جرام للمتر عامل 89 من 100. طيب عايز اجيب الوزن بالكيلو جرام، هضرب هنا الوزن بالكيلو جرام للمتر في مثلا العدد اللي هو 1 في الطول، وهكذا. يبقى انا اللهم صل على سيدنا محمد عندي الوزن بالكيلو جرام 89 من 100 جرام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، لو انا غيرت الطول خليته وليكن مثلا السيخ اللي هو 12 ده طول وليكن 12. طيب بقى دلوقتي الوزن بتاعه 10 كيلو جرام. طيب تعالى هنا على العدد خليها 2، يبقى 21 كيلو 33 جرام. طيب لو انا جيت هنا خليت ده كده 16، هتلاقيه بدأ ان هو يتغير معايا. خلي الطول ده 1 وخلي ده كمان 1، هتلاقي ان الوزن بتاعه 58 من 100 كيلو جرام. طيب انا ممكن اخلي الطول بتاعه طول السيخ وليكن 12 والعدد وليكن 3 وهكذا. انت بتتحكم. طب انا عملت ايه؟ ضربت الوزن بالكيلو جرام في المتر الطولي، الطول بتاعه اللي هو 12، وبعد كده ضربته في العدد ايا يكن العدد، ولكن عندي العدد ده 1. او تعالى نخفيها خالص بحيث ان انت ايه تفهم الدنيا. طيب يبقى اللهم صل على سيدنا محمد. انا عندي دلوقتي ايه؟ عندي قطر السيخ 16. طيب تعالى نعملها تاني. وليكن مثلا انا عندي هنا حديد وليكن قطر مثلا 20، هعمل هنا يساوي القطر في القطر على 162. يبقى انا كده جبت الوزن بالكيلو جرام للمتر. طيب وليكن مثلا عندي السيخ ده طوله 6 متر. طيب جميل، عايز اجيب الوزن بالكيلو جرام، هعمل يساوي الوزن بالكيلو جرام للمتر في الطول بالمتر وهكذا. يبقى اللهم صل على سيدنا محمد. السيخ ده اللي هو 20 مللي عامل كام كيلو جرام؟ عامل 14 كيلو جرام طول 6 متر، وليكن مثلا عدد 1، يعني عدد السيخ ده 1. طيب تعالى هنا نعمل دي كده انهايد نظبط. يبقى انا عندي العدد ده 1. بالمناسبه الواحد ما مش داخله معايا في المعادله هنا، بس انا ممكن ادخلها عادي في 1 العدد بتاعه. يبقى انا لو غيرت هنا في العدد وعملت وليكن مثلا 15 هيزيد معايا في الوزن. جميل. يبقى انا عشان اجيب الوزن بالكيلو جرام عملت ايه؟ ضربت الوزن بالكيلو جرام للمتر في الطول بتاعه، طول السيخ. تمام كده. والعدد كده كده انت متحكم فيه. شوف عندك كام سيخ، وليكن 6 وليكن مثلا 3 وهكذا. الموضوع سهل وبسيط جدا. 5. طبعا المعادلة سهلة وبسيطة، وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا. ده الوزن بالكيلو جرام. ماشي.